لو سألتك ليه بنشوف أحلام غريبة أو إيه سبب إنك تترعش فجأة وأنت نايم، هتعرف تجاوب؟ جسمك مليان أسرار غريبة، حاجات بتحصل كل يوم وأنت مش فاهمها. في الفيديو ده هسألك 5 أسئلة عن جسمك، وهو كل سؤال وراه معلومة هتخليك تبص لنفسك بطريقة مختلفة. ويلا بينا نبدأ. السؤال الأول: ليه بنشوف أحلام غريبة أوي وإحنا نايمين؟ أول سؤال ده بيشغل ناس كتير، ليه ساعات بنحلم أحلام غريبة ما لهاش أي منطق؟ بتحلم إنك بتطير أو بتجري من وحش أو بتتكلم مع حد ميت من سنين. الحقيقة إن الدماغ وقت النوم مش بيفكر، خصوصًا في مرحلة يعني بيبقى في مرحلة اسمها REM sleep، ودي مرحلة النوم العميق اللي تحصل فيها الأحلام، ودماغك وقتها بيكون نشيط جدًا، بس ما فيش منطق ولا ترتيب للأفكار، فيبدأ يخلط مشاعر وذكريات وصور وأفكار وحاجات حصلت لك في يومك. يعني مثلًا لو اتفرجت على فيلم وكلت أكلة معينة وافتكرت موقف من أيام المدرسة، ممكن دماغك يركب كل ده في حلم واحد ما لوش أي علاقة ببعض، زي دماغك بيعمل مونتاج فوضوي كده وما فيش كنترول عليه. تعالَ بقى للسؤال التاني، إن ليه بتترعش وإحنا نايمين؟ أكيد حصل لك قبل كده إنك تكون نايم أو بتنام وفجأة جسمك يتهز كده، كأنك بتقع. بتحصل لمعظم الناس اللي لما بتبدأ تدخل في النوم، معدلات ضربات القلب بتقل والتنفس بيبقى بطيء وعضلاتك ترتخي جدًا، جسمك يفتكر إنك في خطر كأنك بتموت أو بتقع، فيقوم يدي إشارة للعضلات إنها تتحرك وتهزك عشان تصحى أو تفوق. العلماء بيعتقدوا إن دي عادة اتطورت زمان عند أجدادنا، علشان لو نايمين علشان لو مثلًا ما يقعوش، فكل ما الجسم يحس بخطر النوم العميق يعمل reset سريع كده يفوّق الجسم. عندنا السؤال رقم 3: ليه جلدك بيقشعر لمّا تسمع حاجة مؤثرة؟ لمّا تسمع صوت بيأثّر فيك أو فجأة الجو بيبرد، بتحس بقشعريرة كده والشعرية بتُقف والجلد بيقشعر، وده له تفسيرين. أولًا القشعريرة دي رد فعل دفاعي قديم، في أيام ما كانوا مكسوين بشعر، لمّا الجو يبرد الشعرية كانت تُقف عشان تحتفظ بالحرارة جوّه الجسم. وثانيًا القشعريرة العاطفية بتحصل لمّا نحس بحاجة قوية جدًا، زي صوت مؤثر، موقف يلمسك، حاجة تفكّرك بالذكريات، ده بيحفّز الجهاز العصبي وبيطلّع مواد كيميائية زي الدوبامين، فتلاقي جسمك بيرُد بإحساس القشعريرة. لو وصلت لحد هنا بقى يا بطل، اعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة، وتعالوا نكمّل بقية الأسئلة. السؤال الرابع: ليه ساعات بننسى إن إحنا دخلنا الأوضة ليه؟ يعني دخلت أوضة بتقول أنا دخلت ليه هنا؟ حصلت لك قبل كده تدخل الأوضة وفجأة تنسى أنت داخل ليه؟ مش لوحدك اللي بيحصل لك كده، دي حاجة اسمها doorway effect. العقل البشري بيعتمد على السياق، فلمّا يعني يتنقل من مكان للتاني، الدماغ بيبدأ يعمل تفريغ مؤقت للذاكرة، عشان يركّز في المحيط الجديد، كإنّك بتعمل refresh للمكان اللي حواليك، وبالتالي بتنسى أنت داخل ليه. بس الغريب إنّك لمّا ترجع للمكان اللي كنت فيه غالبًا بتفتكر، دماغك بتربط الفكرة بالمكان مش بالفعل نفسه، فترجع للمكان اللي أنت كنت فيه تفتكر أنا كنت رايح أعمل كذا. عندنا السؤال الخامس: ليه قلبك بيدق بسرعة لمّا بتخاف؟ أنت ماشي في الشارع سمعت صوت مرعب، قلبك دق بسرعة، إيدك عرقت، نفسك اتسرّع، ده اسمه fight or flight mode، وده وضع المواجهة والهروب. الجسم بيفرز مادة اسمها الأدرينالين، وهي بتحفز كل حاجة فيك عشان تبقى في قمة التركيز. القلب بيضخ دم أسرع، العضلات تبقى أقوى، العين توسع، التنفس يزيد. كل ده في جزء من الثانية عشان تكون مستعد لأي خطر، ورد فعل بيحصل من آلاف السنين اتطور معانا عشان يحمينا. وفي النهاية حابب أقول لك إن جسمك أعقد مما تتخيل، كل حركة، كل رعشة، كل حلم وراه سبب علمي مذهل. ويلا دوس لايك واشترك في القناة وسيب لي في الكومنتات تعليقك لو عندك تفسير تاني للي بيحصل في جسمك. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.